اديني جبت لكم الانبادي اهو. تعالى بقى نشوف هنقراه ازاي او انا بقراه ازاي. اول حاجه هبص عليها هنا كلمه التي بي دبليو. التي بي دبليو هنا اللي هي نسبه او كميه الميه الموجوده في الجسم. في بعض انواع الانبادي بنلاقي عندنا حاجه اسمها الاي سي دبليو والاي سي دبليو. يعني ايه يا ابو حميد؟ دي معناها الميه جوه خلايا الجسم اللي هي الانترا سيلولار ووتر، ودي معناها الاكسترا سيلولار ووتر او ميه خارج خلايا الجسم. طب هي مهمه ليه يا احمد؟ مهمه لان انا في بعض انواع الانبادي لما الاقي النسبه دي لازم الاقيها دايما ان الرقم ده اكبر من الرقم ده، والنسبه بينهم دايما غالبا هتكون 3 ل 2. 3 ل 2. يعني لو لقيت الرقم ده 90 يبقى الرقم ده هتلاقيه 60. ده على سبيل المثال يعني. طيب وايه لازمه يا احمد الارقام دي؟ الارقام دي مهمه جدا لان الاي سي دبليو والاي سي دبليو مرتبطين. ان انت لو لقيت ان الرقم بتاع الاي سي دبليو ده اكبر من الرقم بتاع الاي سي دبليو ده، تعرف ان غالبا انت عندك التهاب في الجسم وخلل في توازن السوائل في الجسم. طيب ايه تاني مهم بس مش موجود في الانبادي ده؟ هنلاقي عندنا دايما كلمه الاي سي دبليو للتي بي دبليو، ودي نسبه ما بين الميه بره خلايا الجسم والميه الاجماليه اللي في الجسم، ودي المفروض تكون دايما عندي من 0.360 ل 0.390. طب ودي يا ابو حميد مهمه ليه؟ لان لو الرقم اللي عندي اكبر من 0.390 اعرف برضو ان في التهاب وخلل في الجسم وغالبا في احتباس للسوائل في ووتر ريتنشن. دي من الحاجات الجميله جدا اللي قياس بسيط جدا زي الانبادي بيقدر يعرفه لنا. طب ايه تاني هقدر اعرفه؟ هنزل هنا بالتدريج كده ببساطه شديده. هلاقي ان عندي هنا البروتين اللي موجود في الجسم، الاملاح والمعادن الموجوده في الجسم، البودي فات ماس بالوزن يعني بالكيلو جرام، بس طبعا انا بروح للنسبه بالنسبه لي لان هي بتكون اسهل في المتابعه. الويت بالنسبه لي الوزن الاجمالي. بنزل بعد كده بلاقي برضو عامل لي هنا مربع اسمه ماسل فات اناليسيس، وده مهم جدا برضو هنجيله في الاخر. وقايل لي خلي بالك الاس ام ام هنا 45.4 والبودي فات ماس زي ما قلنا 15.5. الاس ام ام ده اللي هو الكتله العضليه الصافيه. يعني كلمه اس ام ام دي الحروف دي سكيلتال ماسل ماس، دي الكتله العضليه الصافيه، وتختلف عن اللين بودي ماس ان اللين بودي ماس هو وزن الجسم اجمالا بدون دهون، يعني بيشمل العضلات والميه والعظام. طيب ايه تاني عندي اعرف الاقيه هنا عندي في الامبودي وبالنسبه لي مفيد وجميل؟ اجي هنا برضو تحت هلاقي عندي البودي ماس اندكس. البودي ماس اندكس دي مؤشر كتله الجسم، وده ببساطه شديده عباره عن وزن حضرتك على طولك تربيع. يعني انا وزني 95 على طولي 190 سم، 1.9 في 1.9. الرقم اللي هيطلع لي ده هو الرقم اللي موجود هنا اللي هو المفروض ان هو البودي ماس اندكس. والرقم ده يا ابو حميد جميل ليه؟ لان الرقم ده المفروض بيوريني انا مكاني فين على درجات الوزن. يعني لو طلع الرقم بتاعي من 18 ل 25 فانا كده نورمال. طب ولو طلعت اكبر من 25 ولحد 30 انا كده في الاوفر ويت. طب ولو طلعت اكبر من 30 يبقى انت كده يا معلم دخلت في السمنه، خلي بالك من نفسك. طيب ولو الرقم اقل من 18 يبقى حضرتك كده اندر ويت. ايه تاني موجود عندي في الانبادي انا ممكن اقراه؟ انزل هنا ده البروجرس اللي موجود عندنا على مدار الفتره اللي فاتت. دي حاله كانت شغاله معايا. احنا نزلنا النهارده من 98.3 ل 94.3، يعني نزلنا 4 كيلو جرام. الاس ام ام عندنا نزل نسبه بسيطه، نزل حوالي 900 جرام في فتره حوالي شهر، مع انخفاض في نسبه الدهون من 18.1 ل 16.5، نسبه كبيره لان هي طالعه عندنا على الكيلو جرام جايه معانا حوالي 3 كيلو جرام من اجمالي ال 4 كيلو جرام اللي نزلوا. خلي بالك ان دايما كل ما هتلاقي في هنا في حصل نوع من المينتيننس او نوع من المحافظه على الكتله العضليه في المربع ده كده. بالعكس ده حصل لنا زياده في اخر فتره من 45.2 ل 45.4، وحصل انخفاض في نسبه الدهون. هتلاقي برضو حاجه غريبه جدا ان هو هنا نزلنا مع بعض في نسبه الدهون، ولما بدانا نزيد تاني زدنا حاجه بسيطه في الفات، طلعنا برضو في الماسل ماس. تعرف من كده ان هما الاثنين مرتبطين ببعض، الدهون والماسل ماس. لما بننزل نسبة دهون بننزل جزء بسيط بينخفض من المكون العضلي. ايه تاني ممكن ابص عليه هنا؟ اجي ابص هنا عندنا على البازل ميتابوليك ريت او معدل استهلاك السعرات في الراحه. هنا طالع 2000 كالوري تقريبا او 2071 بالظبط. واجي بعد كده ابص على الويست هيب ريشيو اللي هو برده مؤشر مهم قوي بالنسبه لنا، وليه دلاله كلينيكال، يعني ليه دلاله ان احنا نعرف الحاله اللي قدامنا دي كويسه يعني او عندها مشاكل ولا لا، او نتنبأ بامراض كرونيك مثلا لا قدر الله زي الضغط والكلام ده. ان الرقم ده دايما المفروض في الرجاله الاقيه اقل من 0.9 وفي الستات اقل من 0.85. اقل مش اكتر. اوكي. طيب ايه تاني عندي موجود هنا ممكن ابص عليه؟ هنا هتبص على السيجمنتال لين اناليسيس، ده العضلات في توزيعها في جسمك عامله ازاي. هنا عنده عضلات هنا كويس اوفر عندي في كل الجسم عدا الرجل نورمال، فانا اقدر من هنا اتنبأ ان انا محتاج اشتغل مع مثلا لو انا شغال مع على تريننج بروجرام فانا ممكن اركز يبقى المين فوكس بتاعي اكتر على الجزء بتاع اللور بودي. نيجي هنا على الفات هنلاقي ان تجميع توزيعة الفات عنده نورمال ما عدا في الترانك او الجذع اوفر، ودي حاجه كومن موجوده في الميل، في الميل باترن. من الحاجات المميزه للذكور ان احنا الدهون عندنا دايما في منطقه الوسط،
اخر حاجه هختم لك بيها وهي حاجه جميله جدا ومسليه، هي المربع ده. المربع ده اللي قلت لك هنسيبه للاخر. بص، عايزك تبص على الثلاث متغيرات دول: الوزن والكتله العضليه الصافيه والدهون الجسم بالكيلو جرام. لو لقيت جيت هنا خدت لاين، نقطه من هنا ونقطه من هنا ونقطه من هنا، لو بصيت كده ولو سحبت كده خط كمان هتلاقي تقريبا انا عملت حرف دي، حرف شبه حرف الدي. في الحاله ان انت ما تشوف حاجه شبه حرف الدي، في الحاله كده تعرف ان دي احنا قدام انبادي لحاله جسد رياضي، لان في نسبه الكتله العضليه ممتازه وهي تعتبر اكبر من الاثنين من المتغيرين. يعني طلع عندي السهم نفسه سابق الويت وسابق البادي فات ماس. طيب لو جينا لقينا العكس، يعني لو جينا لقينا ان مثلا الويت كان هنا والبادي فات ماس كان هنا والاس ام ام هنا، وده اغلب الحالات اللي بتجيلنا في حالات التغذيه والتدريب، لو عملت اللاين كده هيطلع لي على شكل حرف سي. لما يطلع شكل حرف سي دي حاله وزن زايد وانت مغمض، دي حاله وزن ده عشان ايه؟ تمسك بقى الانبادي بتاع صحابك وتعمل لي فيها ايه؟ خبير انجليزي بقى. طب اخر حاجه عندك، لو انت جيت لقيت ان الثلاثه على لاين واحد، يعني لقيت ان الويت هنا والاس ام ام هنا والبادي فات ماس هنا، وخدت لاين طلع لك حرف الاي، تعرف كده ان دي حاله تعتبر معقوله، ولكن محتاجين نشتغل على الكتله العضليه ونحاول نشتغل برضه ان احنا نقلل بادي فات ماس. ده كده كل ما يمكن ان اقوله لك على الانبادي. لو محتاج شرح اكتر في الانبادي قولوا لي وهعمل لكم لايف كامل، ولو محتاج مساعده في برامج التدريب والتغذيه سيب لي كومنت وهرد عليك.